في شخصيات غيرت مجرى التاريخ، لكن يا ترى لو عاشوا معانا النهاردة كان شكلهم هيبقى عامل إزاي؟ استعد لأننا هنرجعهم للحياة بعقلية العصر الحديث. أنت دلوقتي بتتفرج على لو عاشوا معانا. في قناة لو عاشوا معانا، إحنا مش بس بنتخيل، إحنا بنرجع التاريخ، لكن بشكل عصري، حديث، وأقرب لعقلك وقلبك. في حلقة النهاردة هنتكلم عن واحدة من أقوى وأذكى النساء في التاريخ، اللي سحرها مش بس كان في جمالها، لكن في عقلها، في كليوباترا. لكن لو كليوباترا رجعت وعاشت معانا النهاردة في 2025، تفتكر كانت هتعيش إزاي؟ وهتواجه العالم الحديث بإيه؟ يلا نبدأ الحكاية. الجزء الأول، من الماضي إلى الحاضر. كليوباترا السبعة، آخر ملكات البطالمة، اللي حكمت مصر في وقت كانت فيه وسط قوة عالمية ضخمة زي روما. مش مجرد شخصية تاريخية، دي كانت بتتكلم 7 لغات، وعندها معرفة بالفلك والرياضيات والطب والفلسفة. قوتها ما كانتش بس في الجيش ولا الذهب، لكن في أسلوبها وذكائها السياسي، اللي خلى شخصيات زي يوليوس قيصر وأنطونيوس يقعوا تحت تأثيرها. لكن لو الزمن دور وكليوباترا فتحت عينيها في عالم دلوقتي، كانت هتبقى مين؟ الجزء الثاني، كليوباترا في 2025، بين التكنولوجيا والسياسة. أول حاجة، كانت هتبقى ترند من أول يوم، وسائل الإعلام كلها كانت هتكتب عنها ملكة مصر الجديدة، تجمع بين الجمال والسلطة. كانت هتظهر في CNN وBBC والعربية في نفس الأسبوع. صفحتها على إنستجرام ملايين المتابعين، كل صورة هتبقى وراها رسالة: أنا مش بس ملكة، أنا رمز لقوة المرأة. على تيك توك كانت هتعمل فيديوهات توعية عن تاريخ مصر، عن الحضارة، عن دور المرأة في بناء الأمم. برنامجها اسمه ممكن يكون حكم من العرش، تتكلم فيه عن السياسة والحقوق والثقافة والفن. كانت هتقابل سياسيين وفنانين وشباب، وتشارك في مؤتمرات الأمم المتحدة كممثلة عن الشعوب القديمة بروح حديثة. الجزء الثالث، المجتمع والديناميكيات الحديثة. كليوباترا كانت هتفهم كويس إزاي توازن بين أصالة الماضي وحداثة الحاضر. كانت هتدعم التعليم المجاني، وتأسس منصة رقمية لتعليم البنات في المناطق المهمشة. في زمن التكنولوجيا، كانت هتستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين مستوى الرعاية الصحية، وتطلق تطبيق اسمه شفاء لتشخيص الأمراض في القرى الفقيرة. ولو حد اتكلم عنها بطريقة سلبية، هترد بس بأدب وذكاء، وتكسب احترام الجميع من غير ما تردح ولا تتكلم بلغة عدائية. الجزء الرابع، ماذا كانت ستحقق؟ كليوباترا كانت هتكون قدوة مش بس للمصريين، لكن لكل النساء العرب. كانت هتفتح متحف جديد للتاريخ المصري، وتعمل وثائقي عن المرأة في الحضارة القديمة. كانت هتقابل الرئيس، وتدخل البرلمان، وتكتب كتاب اسمه العرش والواقع، تحكي فيه رحلتها من الماضي للحاضر. لو عاشت كليوباترا معانا في 2025، كانت هتكون واحدة من أكتر الشخصيات تأثيراً على مستوى العالم، بدمج بين حضارة عمرها آلاف السنين وقوة تكنولوجيا بتشكل المستقبل. دي كانت حلقتنا من لو عاشوا معانا. لو عجبك الفيديو، اعمل لايك وسبسكرايب، وسيبلي في التعليقات تحب الحلقة الجاية عن مين؟ رمسيس الثاني، صلاح الدين، ولا هتلر في عالم الميمز والسوشيال ميديا؟ احنا لسه في أول الطريق، والتاريخ مليان شخصيات مستنية نرجعها للحياة، بس على طريقتنا.